تحياتي الإخوة والأخوات، مرحبا بالجميع في هذا اللقاء المتجدد. أدعو الإخوة والأخوات للاشتراك بالقناة، مشاركة الحلقة مع أصدقاء، إعطائنا الإعجاب وإعطائنا كذلك الارتسامات ديالكم. ومعنا مرة أخرى هشام عبود. عندنا الجديد بطبيعة الحال، وقلت لك يوم أمس عندي واحد المفاجأة، ومفاجأة سارة حقيقة بالنسبة لي. هشام عبود، أنوار مالك، وليد كبير، وشي وحدين أخرين. مبروك، مبروك عليك الجنسية المغربية. ما كانش على بالنا بأنك أنت عندك جنسية مغربية حقيقة، ولكن سبحان الله، كان من الآثار ديال هذا المشكل اللي كان دار في الحي ديال بونانوفا وهذا الفيلم كله ديال الاختطاف، وانا تاكدت وكنت متاكد بان غادي تفضح امور اخرى، هي ان رئيسه ديال قوات الشرطه الوطنيه الاسبانيه ناديه فخرون فضحاتك بشكل هو مباشر في انترفيستا قامت بها، او حوار صحفي قام بها صحفي يشتغل بصحيفه الزنقه 20 الناطقه بالاسبانيه. دار معاه انترفيستا باش يضربوا في الجزائر، ويضربوا كذلك ويأكدوا بأن الجزائر هي دولة إرهابية، دولة كذلك تقوم بتصفية واختطاف المعارضين. وكان هذا هو التوجه. الغريب في الأمر الإخوة والأخوات بأن الشرطية أو رئيسة يعني الاتحاد ديال قوات الشرطة الوطنية فضحته. قبل ما أنني نعرج على ما تم الحديث عليه من طرف نادية فخرون، غادي نقوموا بالعودة إلى ما قاله هشام عبود من بعد الإذن ديالو بطبيعة الحال في الحلقتين، ولكن غادي نكتفي فقط بجزء واحد ما يتعلق يعني بهذا الجزء. اش قلت يا هشام عبود؟ شوف معمر، آه. معمر عندك نزيد ما آه. يحبوش يديرونا. ايماجين راح لي انا خلاص ما عنديش انا باسبور واحد اخر. لا سي هشام، عندك الباسبور، ما تكذبش علينا، عندك الباسبور، تتوفر على الباسبور والجنسية مغربية بصحتك. مبروك الجنسية المغربية بطبيعة الحال. في حالة ما إذا ما دام أن الأمر هو متوتر بفرنسا، تكون عندك حماية باش ما يتمش نقلك إلى الجزائر. فشكون اللي فضح لنا هذه القصة الإخوة والأخوات، وشكون اللي أكد لنا بشكل هو رسمي وما انتبهش لها المخابرات المغربية ولا يستطيع اقتطاع ما يتعلق بالتصريح، وغادي يقول لكم في أي سياق أتى هذا التصريح ولماذا، ومن هي كذلك، ما هو السبب ديال أن رئيسة أو نادية فخرون بأنها قامت بالتأكيد على أن كان هناك تنسيق مغربي إسباني علاقة باختطاف ديال مواطن جزائري. غادي تهبل نتايا. اسمع أخي الكريم. Una persona que era muy crítica con el régimen de Argelia. Puede existir en casos de activistas políticos perseguidos por otros países.